السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. طبعا احنا متفقين ان الفترة دي فترة ضبابية، عدم استقرار، تذبذب. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده وشرحتها في فيديو، وقلت الفيدرالي الامريكي بيتلاعب بالاسواق العالمية، وقلت كل شوية يطلع واحد مسؤول من الفيدرالي الامريكي يرزع تصريح اسعار الذهب تنزل واسعار الدولار تطير، يجي واحد تاني مسؤول في البنك برضه تاني يوم يرزع تصريح العكس اللي يحصل، الذهب ينزل الدولار ينزل والذهب يطلع، وهكذا. الاسبوع اللي فات اللي انتهى امبارح الجمعه بالنسبه كمان للاسواق العالميه والبورصات العالميه، طلع جيروم باول رئيس الفدرالي الامريكي وقال تصريح خطير جدا. قال معدل الفايده الفتره الجايه هيكون اعلى من اللي كنا متوقعينه، وبالتالي كان كل الكلام اللي كان طالع الفتره اللي فاتت ان البنك الفدرالي الامريكي هيرفع الفايده 25 نقطه بس، كل ده خلاص اتمسح. وقال لك خلاص بعد التصريح ده تصريح من مين؟ من رئيس الفدرالي الامريكي نفسه. قال لك بعد التصريح ده خلاص يبقى الفدرالي الامريكي هيرفع الفايده 50 نقطه، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده. يوم الخميس اللي هو اول امبارح والجمعه الدنيا قلبت تاني. قلبت ليه؟ قلبت لسببين، والقلبه دي تسببت في ارتفاع الذهب عالميا بشكل كبير، وانهيار، مش انهيار، تراجع الدولار عالميا برضو. في مؤشر كده اسمه عقود مؤشر الدولار، ده بيقيسوا بيه الدولار قصاد 6 عملات في سله واحده يعني كده. فتراجع الدولار بنسبه 65% والذهب عالميا طلع 36 و36 من 100، 36 دولار و36 سنت، ده للأوقية عالميا، اللي هو بالنسبه للعقود الفوريه للذهب. ايه اللي حصل الخميس والجمعه اللي خلت الذهب يطلع والدولار يريح؟ طبعا مش بتكلم عن مصر دلوقتي. اللي حصل ان طلع هوب قال لك انهيار، مش انهيار، او انهيار، هم كتبوها كده حتى، انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي. الناس اللي كان ليها في الاقتصاد وليها في البورصات والكلام ده كله، الموضوع ده اثر على البورصه جدا في 2008. حصل نفس الكلام ده في 2008. في 2008 انهار بنك ليمان براذرز الامريكي، وكان ده بسبب مشكله الرهن العقاري، هنتكلم عنه دلوقتي. اللي حصل الخميس ده اعلنوا عن انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي، وده اكبر انهيار في القطاع المصرفي من ساعه ما حصل اللي حصل في 2008. تاني سبب اللي قلب الدنيا كده التقارير اللي طلعت الخاصه بالتوظيف في السوق الامريكي. طلع تقرير خاص بالوظائف في قطاع الزراعه، بتقول ان شهر فبراير ده شهد توظيف 311 الف وظيفه في القطاع الزراعي في شهر فبراير، مقارنه ب 517 الف في شهر يناير، وبالتالي عدد الوظائف الشهر ده قلت كتير جدا. تمام. تاني حاجه معدل البطاله ارتفع ل 3.6% في شهر فبراير. كان كل التوقعات ان هو هيستقر زي شهر يناير عند 3.4%. كده البطاله زادت الشهر ده، وانا شرحتها قبل كده وبقولها تاني للناس اللي متابعيني اول مره. كون ان البطاله تزيد وان عدد الوظائف يقل، يبقى 311 الف وظيفه بس الشهر ده مقارنه ب 517 الف الشهر اللي فات، معناها ان الاقتصاد، ان رفع سعر الفايده اللي خده الفدرالي الامريكي ادى الهدف منه، اللي هو ايه؟ اللي هو عدد الوظائف بقى محدود والدنيا بتقفل عندهم. زي ما قلت كده هم دلوقتي بيتمنوا ان الاقتصاد يعني مش ينمو، لا ينكمش. ليه؟ لان كل ده ما يحصل كل يبقى الناس ما فيش فلوس في ايدها، وبالتالي ما يبقاش فيه اقبال على السلع، وبالتالي اسعار السلع ما تزيدش. عشان كده هم مش عايزين الوظائف تزيد، كل ما ده قليل ومعدل البطاله يزيد كل ما ده كويس بالنسبه لهم. وفي الحاله دي يخفضوا سعر الفايده او يرفعوها بوتيره اقل ب 25 نقطه مثلا. اللي حصل ده قلب الدنيا تاني اهو. بعد ما كنا قلنا خلاص بقى الفايده هيرفعوها الفدرالي الامريكي 50 نقطه، لا رجعوا تاني بعد التقارير دي وبعد انهيار البنك الامريكي، رجعوا تاني التوقعات كلها رايحه ان الفدرالي الامريكي هيرفع الفايده في اجتماعه يوم 22 مارس اللي احنا فيه 25 نقطه بس. كل التوقعات كده. لسه طبعا ده هيحسمه بالظبط تقرير معدل التضخم اللي هيصدر الاسبوع ده في امريكا. ايه اللي حصل في البنك الامريكي؟ وهل ده
هيحصل يعني هيحقق نفس السيناريو اللي حصل في 2008. في 2008 حصلت ازمه عالميه كان بدايتها في امريكا، خاصه في القطاع المصرفي. ده كان نتيجه الرهن العقاري. كان كل اللي عايز يشتري شقه، يشتري مش عارف ارض، يشتري بتاع في امريكا، فكان بياخد قرض ويسد مع البنك، يقسط براحته. حصلت ازمه هناك وحصلت تخمه في العقارات، الدنيا قلبت، حصل انهيار لكذا بنك هناك، وحصل افلاس لبنك ليمان براذرز الامريكي. ليه؟ لان الناس اللي اشترت العقارات دي كلها بالاقساط بقروض من البنوك، ما بقاش معاهم فلوس يسدوا الاقساط دي للبنوك، وبالتالي رجعوا الشقق اللي كانوا شارينها للبنوك، او البنوك حطت ايديها عليهم بقى خلاص على الشقق دي. حصلت تخمه في العقارات، لا الناس معاها فلوس تسد القروض، ولا البنوك عارفه تبيع الشقق اللي رجعت لها من الناس. فحصلت الازمه العالميه في 2008. اللي حصل اول امبارح في بنك سيليكون فالي نفس الموضوع تقريبا، بس مش في العقارات بقى. البنك ده هو اكبر بنك، هو من ضمن اكبر 18 بنك في امريكا، بنك كبير. معظم عملائه من الناس اللي بتشتغل في قطاع التكنولوجيا، الشركات الناشئه اللي بتشتغل في قطاع التكنولوجيا. البنك طلع اول امبارح وقال لك نتيجه الانخفاض القوي في اسعار السندات، وده طبعا نتيجه رفع سعر الفايده المستمر في امريكا. عشان كده رفع سعر الفايده ده هو المتهم الاول في انهيار البنك ده. قال لك نتيجه ده احنا خلاص معناش فلوس ندي للعملاء بتوعنا، او نلتزم برد الودائع بتاع العملاء بتوعنا. تمام؟ طلعت هيئه التامين الفيدرالي على الودائع وقالت لك احنا هندي للناس فلوسها، لكن خلي بالك بقى. قال لك هم طبعا قفلوا البنك من امبارح، وقال لك هنفتح البنك تاني يوم الاثنين وهنرد للناس فلوسها. ده هيئه التامين على الودائع اللي قالت كده. لمين بقى؟ هيردوا حد اقصى، لو حضرتك عندك حساب في البنك بحد اقصى $250,000 هتاخد فلوسك دي. لو اكتر من كده قال لك لا احنا مش ملتزمين، يعني مش مضمونه ان هم ياخدوا فلوسهم. اللي اكتر من $250,000 مش مضمونه ان هم ياخدوا فلوسهم. دي تصريحات رسميه نازله، وبالتالي الدنيا قلبت. السهم نزل 60% في جلسه واحده، وقبلها بيوم كان نازل 60% تاني، تقريبا كان في كواليس كده ولا حاجه. فالدنيا باظت هناك. لسه هنشوف هل الازمه دي هتطول بعض البنوك زي ما حصل في 2008 لما حصل الانهيار في بعض البنوك زي ما قلنا كده في امريكا، منهم ليمان براذرز وغيره. الازمه دي طالت بنوك تانية في اوروبا وفي الخليج، كان في يعني استثمارات مشتركه بين البنوك دي اللي في الخليج وفي اوروبا وبين البنوك الامريكيه. هل ده هيحصل برضو دلوقتي؟ لسه هنشوف. لسه الملامح ما بانتش لحد دلوقتي، لسه ما بانش. يعني في 2008 كان يطلع كل شويه بنك يقول لك ايه، يطلع بيان يقول لك احنا كان لينا استثماراتنا في البنك الفلاني او ودائع في البنك الفلاني اللي هو افلس في امريكا ده بقيمه قد كده، وتاثيره علينا هيبقى 1 2 3. لسه لحد دلوقتي ما فيش ولا بنك اعلن ان هو بيتعامل مع البنك ده وتاثر ازاي. لسه ما بانش. لكن في الاخر البنك انهار، وكل الاتهامات هناك موجهه للفدرالي الامريكي ان هو بسبب رفع الفايده المستمر هو اللي تسبب في انهيار البنك. وده بسبب زي ما قلنا السندات الامريكيه اللي سعرها تراجع بشده، والعائد على السندات كمان. العائد على السندات امبارح في امريكا تراجع بشكل كبير. العائد على السندات اللي هي لمده 10 سنين تراجعت 5.86%. العائد على السندات لمدة 20 سنة تراجعت بنسبة 4.83%. العائد على السندات الأمريكية لمدة 30 سنة تراجعت بنسبة 4.68%. التراجع ده ليه؟ لأن خلاص بقى زي ما قلت لكم التوقعات كلها دلوقتي رايحة إن الفدرالي لا هيرفع 25 نقطة بس، مش 50 نقطة. فالناس اللي كانت بتفكر تستثمر في الدولار تاني أو تكمل استثمارها في الدولار تاني، برضه مش بتكلم عن مصر، بتكلم عن بره، خلاص هيقول لك لا اركن بقى، ده الفايده مش هتبقى كبيره ولا حاجه، اركن ادخل على الذهب. دخل على الذهب، طيروا الذهب امبارح. هل الدنيا هتقلب تاني؟ لسه ما حدش عارف حاجه، واي حد يقول لك غير كده يبقى بيفتي. اللي يقول لك لا الذهب هيروح، لا الذهب هيجي، كل ده حكاوي القهاوي. لان زي ما قلت لك تصريح بينزل وتصريح بيطلع.
ده عالميا. يعني ممكن تقرير التضخم اللي هيطلع من امريكا الاسبوع ده يقلب الايه تاني، الله اعلم، لسه ما حدش عارف. بيلعبوا بالاسواق. لكن نيجي لمصر بقى هنا، الناس اللي اشترت ذهب، حتى اللي اشتروه لحد النهارده، هو النهارده الجرام ب 1860 جنيه. النهارده اعلى من بره ب 200 حاجه و30 جنيه، 233 جنيه تقريبا. يعني المفروض سعره الرسمي 1600 وشويه، 1612 تقريبا. في فرق حوالي 230 233 جنيه عن السعر العالمي. حضرتك عايز تشتري اشتري، انت حر، بس لازم وانت بتدفع تبقى عارف ان انت بتدفع اكتر. ده طبعا غير العموله، غير المصنعيه قصدي والضريبه والكلام ده. انت بتدفع اكتر ب 233 جنيه. مش بقول لك كده عشان اخوفك، لا، بقول لك كده عشان تبقى فاهم وانت بتشتري. الدنيا هتكمل كده ولا مش هتكمل محدش عارف، لكن في كل الحالات طالما الدولار عندنا مستمر في الصعود، سواء رسمي او في السوق البيضاء، مفيش خوف على اللي بيشتري ذهب، مفيش مشاكل خالص. كمان الازمه دي هتستمر لحد امتى؟ هل هيبقى ليها نهايه او هيبقى لها سقف؟ هل الدولار هيبدا يتراجع تاني؟ لسه محدش عارف، لسه محدش فاهم حاجه. بس زي ما قلت لك، وانت بتدفع اعرف انت دافع 200 حاجه و30 جنيه زياده في الجرام. انت مش فارق معاك، اتكل على الله. زي ما قلت لك وزي ما قلت للناس قبل كده، طول ما الدولار بيطلع عندنا مفيش خوف من الذهب خالص. لكن عالميا يعمل ايه؟ تصريح بيطلعوا يوم وتصريح بينزلوا يوم، وهي ماشيه كده. احنا خلاص رجعنا تاني. الاسبوعين اللي فاتوا كنا خلاص ماشيين مع السوق العالمي خلاص بقى، لان ما كانش فيه سوق سودا. دلوقتي السوق السودا رجعت تاني في مصر. مش هنضحك على بعض، زي ما قلنا للناس من حوالي 3 اسابيع او من اسبوعين مفيش سوق سودا في مصر، ودي كان حقيقه. الوقت برضه بنقول للناس لا، في سوق سودا في مصر رجعت تاني، مش هنضحك على بعض. وكل الناس شايفه وعارفه، وكل التقارير وكل الوكالات الاخباريه كاتبه ده ومعروفه. والفرق ما بقاش زي ما قلنا قبل كده من اسبوعين ولا حاجه، كان الفرق ساعتها جنيه ولا كان كلام فاضي يعني. الوقت لا، الفرق اكتر من كده، اكتر من كده بشويه يعني. فطول ما السوق السوداء مستمره، سعر الذهب هنا يفضل عندنا في الطالع، حتى لو نزل شويه عالميا هيفضل هنا في الطالع. هل في اجراءات هتتخذ من البنك المركزي او من الحكومه، او في استثمارات جديده جايه، او موضوع الاستثمارات الفلوس اللي داخلنا من ضخ من بيع ال 32 شركه اللي اتكلم فيهم رئيس الوزراء؟ ده بخلاف كمان ان هو قال لك ان في حصص مقيده في البورصه المصريه لشركات حكوميه هنبيع منها كمان اجزاء غير ال 32 شركه. هل الفلوس دي لما هتدخل هتحد شويه من ارتفاع الدولار وهتقضي على السوق السوداء، او على الاقل هتثبت الدولار في البنوك، او هتخفض الدولار؟ لسه ما حدش عارف حاجه. كل ده اسئله احنا لسه منتظرين اجابتها لما نشوف الفلوس دي لما تدخل، ولا الفلوس دي لما هتدخل هتروح هتسد خانات، خانه لفوائد قروض، خانه لقروض، خانه للواردات، ولا هتسد خانات وهيتفضل جزء برضه نحافظ بيه على، او مش هنقول ندعم الجنيه لان خلاص بقى وفقا لاتفاقنا مع صندوق النقد الدولي ما ينفعش ندعم الجنيه، بس يعني زي ما قلنا كده، طالما في المستورد عارف ان في فلوس في البنك، لما بيروح يقول له هات لي مليون دولار ما بيقولوش لا استنى في لسه الانتظار، فخلاص هو عارف ان الدولار موجود، مش هيروح للسوق السوداء. هل الكلام ده هيساعد في انهيار السوق السوداء تاني؟ لسه لما الفلوس تدخل لنا من بره، لما نبيع الشركات ال 32 شركه والفلوس تدخل نقدر نحكم. لكن لحد دلوقتي الدنيا ضبابيه. في النهايه ربنا يكتب لكم الخير جميعا، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.